السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. صباحكم فل، صباحكم مسك وعنبر، صباحكم كل حاجة حلوة. دلوقتي الساعة 7. هتقولوا لي دي صاحية ليه؟ هقولكم معرفش، هي مطبقة كده من بالليل المفروض يعني. شايفين بقى كده، كانت حوالي الساعة 7:15 كده، كانت قريجي خلاص مشيت على المدرسة، وبنبص على الحمام بتاعنا بقى. وكانت الشقة رايقة من بالليل، انا متعودة كده بروق الشقة والمطبخ وكل حاجة من بالليل، شغلنا القرآن وروتيني بقى. المفروض ان انا بقوم اتوضى واصلي وابتدي بقى اشوف لو في حاجه كده عايزه تتعمل على الماشي بعملها. هنا كانت الشقه رايقه، بس انا كنت عامله معتر، هبقى اعمله معاكم في فيديو مستقل تاني. كنت عامله معتر وسبته بقى على الرخامه، كانت حوالي الساعه 4 الفجر وهي مش راضيه تنام. آه، آه، يعني كنت عامله معطر وكنت عامله صابون، وهوريكم انا الصابون بعمله ازاي وكده. شربنا بقى فنجان القهوه بتاعنا. الحركه دي انا شفتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى، يعني شفتها كتير قوي، فحبيت اعملها، بس كانت اول مره اعملها فما صدفتش، يعني ما ظبطتش معايا. وبعدين بقى بقيت محترفه فيها الحمد لله. شربنا قهوتنا، وكان عندنا حبه غسيل، قمنا خلصنا واشتغلنا في الغسيل بتاعنا. وكهرباء قطعت حتى بالمناسبة في اليوم ده، وفضلنا لحد بعد المغرب. بعد ما خلصنا غسلنا بقى، قلنا نعمل حاجة حلوة كده، فقلت ايه، هعجن لكم شوية قرص. بصراحة هي كانت النية ان انا هعمل كرواسون وهعمل باتيه، بس احكي لكم بقى اللي حصل بقى في الفيديو. هنا كنت مكيلة كيلو ونص دقيق، لحد كده احنا تمام وبنصور حلو، والتليفون ابن ناسه كويس وما بيعملش الحركات الندالة بتاعته دي من فترة. فيا دوبك انا نويت قلت ارجع تاني بقى للقناة ونشتغل بقى، وكده كده بنقعد على اليوتيوب وبنقعد على الفيسبوك، فنستغل وقتنا في حاجة مفيدة، وكده كده بنشتغل في بيتنا. نويت والنية لله وخلاص. دخلت وعملت زي ما انتم شايفين كده، وحطينا مقاديرنا وصورنا كل حاجة، والتصوير كان حلو والدنيا تمام. وعجنت العجينة وقلت ايه، ادخل اريح شوية على ما العجينة تخمر. بودرة قادر كده، بصيت لقيت التليفون فصل، ما فيهوش اي حاجة، كل الصور اللي كانت عليه راحت. فلما قعدت بقى راجع تاني، طبعا بقى في الفترة دي كان العجين خمر. كنت عايزه اقول لكم ان انا كنت مصوره لكم ان هو خمر اول خمره، وبعد كده رحت مهبطاه وموريكم كل حاجه يعني. دي الصور اللي بعد ما صلحنا التليفون عرفنا نرجعها. ده الفيديو ده، يعني عايزه اقول لكم انا يعني كده يعتبر عاملاه من يومين اهوتي. آه دي كل اللقطات اللي لقيتها موجوده، وطبعا في حاجات انا ما لقيتهاش، فحاولت اجيبها، ولازم بقى استرد الحساب، شغلانه كده يعني ايه، وجع دماغ. فقلت هنزل الفيديو ده ونشوف ايه الطريقه بتاعتنا. عايزه اقول لكم كمان ان العجينه لما خمرت قوي طريت قوي. طبعا انا كنت مطريها، قلت هخمرها واريح ساعه مثلا واقوم اشتغل فيها. كان حوالي بقى كده، الكلام ده كانت حوالي الساعه 3 الفجر. فلما قمت لقيت التليفون بايظ، فاستنيت قلت عشان اصور وما اضيعش الوقت بقى، استنيت اما التليفون اتظبط، فبقيت كل ما تخمر اهبطها، فخمرت حوالي 3 مرات وانا هبطها. فالعجينه بقت معايا شربات زي ما انتم شايفين كده، ميه. طبعا العجينه دي مش هينفع اشكل بيها، فحاولت على قد ما اقدر اعملها زي ما انتم شايفين قدامكم. العجينه طريه جدا، فبقيت ارش دقيق من فوق ودقيق من تحت عشان اظبط الدنيا. كانت مقاديرنا قلنا كيلو ونص دقيق، حطينا كمان معلقه لبن بودر، او المعلقه المعياريه الكبيره، حوالي 6 معالق من المعالق الصغيره. وحطيت معلقه بيكنج باودر، وحطيت كمان سمسم وحبه البركه مخلوطين على بعض، حطيت زبده، حطيت خل، حطيت كل الحاجات دي موجوده في الفيديو، المقادير دي. طبعا انا هعجنها معاكم كتير، وهعجنها بقى بالتفصيل بعد كده، عشان ايه، بس ادعوا لي التليفون ربنا يكرمنا فيه. هنا بقى كنت عملت العجينه زي ما انتم شايفين كده، وجبت زبده، قالب زبده برضو، ده كان متصور معانا والله، ومتصوره بعد ما غسلت المواعين بتاع المطبخ. المهم بقى عشان ما ادوشكمش، بعد ما فردتها رحت تانيها زي الظرف كده، وبعد ما حشيتها بالزبده وحطيتها في التلاجة لحد ما اعمل العجينه التانية. العجينه الاولانيه كانت عجينه الباتيه، العجينه التانية هي كده كده عجينه واحده بس التشكيله يعني. العجينه دي بتاع الكرواسون. طبعا الكرواسون ما كانش طالع معايا كرواسون، كان طالع اي حاجه تانية غير الكرواسون، بس في التشكيل يعني. بس والله هو كان مورق وحلو، وهيبان بقى في التطيب بعد ما هتشوفوه. الدنيا كانت تمام وحلوه وفطرنا واتغدينا من المعجنات دي، فالدنيا كانت تمام. عايزه اقول لكم ان تليفوني ده ما شاء الله كل مره بيعمل فيا الفصل ده.
يعني مش عارفة هو ده إنذار إن أنا ما أكمّلش في اليوتيوب يعني والّا إيه، أنا مش فاهمة، بس والله يا جماعة كل ما باحاول وأقول لأ أنا خلاص بقى أنا زهقت وما فيش مشاهدات، يعني خدوا بالكم إن أنا من 4 سنين المفروض إن أنا شغّالة في اليوتيوب، ما فيش توفيق، مش هاقول لِك إن أنا موفّقة فيه، مش عارفة، مش عارفة هو إيه المشكلة يعني، وصفات كل اللي بيشوفها بيشكر فيها، كل اللي بيجرّبها بيشكر فيها، آمم هي الفكرة ما بقتش بقى إن أنا واصفة إن هي الموضوع ما يبقاش تعليمي، لإن الموضوع منتشر جدًا وعلى جودة عالية جدًا، طبعًا من غيري، فأنا ما اجيش حاجة في الحاجات اللي موجودة على اليوتيوب من قنوات تعليمية يعني، في الطبخ والحاجات دي. بس قُلت ممكن يكون نخلّيها روتينات، نخلّيها يعني غيّرت المجال كتير أوي. هنا طبّقت برضه العجينة زي ما قُلت لكم نفس الظرف واحطها في التلاجة وبعد كده أدخل أجيب العجينة الأولانية وهكذا. فلقيت الدنيا نرجع بقى لكلامنا، لقيت الدنيا مش عارفة، يعني مش عارفة يعني أسكت ما أعملش ما اشتغلش في القناة وارجع تاني يصعب عليّا موضوع إن أنا أدي لي 4 سنين وعملت قناة وبعد ما اتفعّلت وقفت أو اتسرقت الله أعلم بنظامها أو أنا مش عارفة أدخل عليها، أنا مش عارفة ظروفها إيه، المستحقات اللي عليها كلّها اتاخدت، ما بقيتش فاهمة هو في إيه. بس أنا باقول هاجرّب معاكم تاني وأشوف يمكن. يعني أنا صادفني امبارح وأنا باتفرّج على اليوتيوب في قناة بادئة قناة يعني فاتحة قناة جديدة، فهي بتتكلّم بتقول لك القناة القديمة ما كانش بييجيني عليها مشاهدات مع إنها كانت متفعّلة، بس ما كانش بييجيني عليها مشاهدات فلغيتها خالص وعملت قناة جديدة، فما شاء الله شُفت مشاهداتها حلوة، هي نفس الشخص بنفس المطبخ بنفس المكونات بنفس الشخصية بكل حاجة، بس دي أرزاق، يعني رزقها في القناة دي ما كانش ربنا موفّقها فيه، فجات فتحت قناة تاني ربنا كرمها فيها، أكيد تعبت وشقيت فيها عشان خاطر إيه، إن ربنا يكرمها يعني. ف هنا كنت المفروض إن أنا باقطّع الباتيه زي ما أنتم شايفين أنا قطّعته صغيّر أوي، حطيت الجبنة ولو عندِك بقى جبنة رومي وبشرتيها عليها تبقى الدنيا تمام، ما كانش عندي إلا الجبنة البيضا دي، بصراحة بقى أنا لمّا التليفون باظ يعني سَد نِفسي، يعني أنا باعمل الحاجة دي وأنا نِفسي مسدودة، نِفسي مسدودة يا جماعة والله. المهم دهنت الصينية زيت وهابتدي بقى أركن فيها الباتيه بتاعي وهاغطيه وأركنه لحد ما أقطّع الكرواسون، المفروض إن هو الكرواسون زي ما قُلت لكم بس هو مش باين عليه خالص. آمم حلو، والله حلو، هي طعمها حلو جدًا، بس إن هي كانت طرية فما عرفتش أشكّلها أوي. فزي ما قُلت لكم بقى القناة إن شاء الله لو التليفون ضبط معايا والدنيا بقت تمام، إن شاء الله بإذن الله هنعمل روتينات طبعًا أنا كده ما باظهرش في القناة، وده مبدأ يا جماعة، مع إن ناس كتير قالوا لي حاولي تظهري الظهور بيفرق، لو أنا ظهوري هيفرق في مشاهدات القناة فبلاها منها. يعني بلاها بقى مشاهدات وبلاها قناة اللي بيفرق مع الناس انتوا عايزة تتفرجي على روتين تنشيط تقومي تشجعي وبيني وبينك انا بشجع نفسي قبليكم يعني انا لما بعمل روتين وبقى فاتحه كاميرا مع انه بيبقى متعب قوي بس بحس بنشاط معرفش غير كده بقى والاهم من الموضوع بجد بقى وبصراحه هدف بعد طبعا ما محاولاتنا اللي بقت بالفشل الهدف من فتح القناه توثيق لحظات معينه في حياتي أنا كنت في القناة القديمة موثّقة كل حاجة، من أول ما تورين بنتي اتولدت من عمرها ساعة، لحد يوم السبوع بتاعها، كل حاجة، كل لحظة بتعدّي عليَّ معايا موجودة في فيديوهات المفروض أنا كنت هاعمل وهانزّل الحاجات دي عشان طبعًا اليوتيوب بيحتفظ بالحاجة دي، فقُلت هو الحاجة دي الحاجة الوحيدة اللي هتوثّق لي لحظاتي معاها أو مع ولادي عمومًا. طبعًا لمّا القناة باظت أو ما يعني حصل فيها اللي حصل ده نفسي اتسدِّت أوي وقُلت لأ يمكن ده إنذار عشان أنا ما انزّلش البنت على اليوتيوب أو حاجة ما أعرفش، بس لقيت نفسي أنا كل الوقت عمّالة باصوّر فيها حاجات ممكن التليفون يهنِّج كل اللي عليه ده يشتال، فبقيت عايزة أوثّق كل لحظاتي معاها، مع أخواتها، مع يومي بيعدّي إزاي، أنا المفروض هاعمل إيه، الحاجات دي مش هتيجي كده ولا هاعرف أعملها إلا إذا كان فعلًا يعني أنا في القناة القديمة في فيديوهات بما إني ما باظهرش بس في لحظات أنا فاكراها، الفيديو اللي أنا صورته وأنا موجودة النهارده في المكان ده أنا فاكراه، هنا بقى كنت قسّمت العجينة زي ما قُلت لكم معلش أنا باخرج من هنا لهنا بس هاوريكم بس الموضوع ده الكرواسون العجينة طرية فمش مساعداني، بس قسّمناها زي ما كده وحشيناها حطينا جبنة
يعني هنشوف احنا بنعمل ايه دلوقتي. انا هتكلم وانتوا اتفرجوا بقى. فبقيت عايزه لا انا اوثق كل لحظات بتجمعني بولادي، فهو مش هيجي غير ان انا اعمل الفيديوهات دي. مع اني مش بظهر ماشي، وولادي احيانا برضو ما بيظهروش، بس وقت الاكله دي انا فاكره معرفش يعني. انا كل ما بشوف الفيديوهات القديمه بفتكر النهارده كان يوم كذا وكنت عامله كذا وصبحت كده، ذكريات بتستعيد تاني معايا. هنا طبعا ما كانش عندي بيض، وعايزه اقول لكم ان العجينه دي ما فيهاش بيض، ما فيهاش غير لبن بودر بس، ما فيهاش لبن قصدي، ما فيهاش غير لبن بودر بس. فحطيت معلقه لبن بودر على معلقه سكر بودر وعملتهم ودهنت بيها الوش، وكانت الدنيا تمام. ده الفرن البلدي. ده كان جارتي اديتهوني، ربنا يديها الصحه يعني. فاخدته، كنت بخاف يعني وانا بشغله، بس هي جربتهولي يعني ولقيته حلو. كنت حاطه الصينيتين الاولانيين الصغيرين دول في الفرن الاشعال، بس قلت رحت يعني الفرن عندي ما بقاش بالجوده بتاع الاول. كنت الاول احط فيه المعجنات احس انه بيظبط الدنيا معايا فرحت نقله بقى الصينيتين بعد ما طيبت الصينيه الكبيره، ورحت مديهم وشي في الفرن البلدي اللي انتوا شفتوه ده. عايزه المهم بقى على في حاجه كده، فرحت جايبه الحله الاستانلس دي ورحت نقله فيها كل المعجنات دي وغطيتها، وقلت للولاد بقى عيشوا النهارده. الحمد لله كلنا منها وكان طعمها حلو جدا ما شاء الله يعني. احلى حاجه ان هي عجبت جوزي قوي، ده اهم حاجه. عايزه اقول لكم ان انا في الفيديو والله كنت مصوره لكم بعد ما روقت المطبخ وشطبت الدنيا، بس كل ده ما جاش. هنا بقى كانت الصواني اللي انا بقول لكم عليها دي اللي انا عملت فيها، فخمرتها بقى وسبتها واعمل لكم فيديو وانا بغسلها يعني. وهنا بقى قلنا اشرب، كان ولادي بقى راحوا المدارس وقلت افطر انا وجوزي بقى كده. جبت وعملت فنجانين شاي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت المعجنات بتاعتنا الباتيه بقى والكرواسون. هو مبقاش فارق معاه هو كرواسون ولا باتيه، المهم ان هو طعمه حلو، فالحمد لله. بعد شويه بقى قلت اشرب فنجان قهوه كده باللبن، هو بيحبها ساده. فشفتوا بقى هي المره دي فلحت اهي واتظبطت معايا. تعالي يا اياد، خبطي على الباب كده يا اياد. تعالي هنا بقى، تعالي هنا، هو هيجيلك. تولين اياد مش ايه يا اياد، اياد اياد. طبطب علي، طبطب علي. بكلم ام حاحه لما كنت تولين